آدم اللي هو هذا طخ تبع جيش، هذا مش طخ تبع بني آدم اللي هو مبتدئ، هذا طخ تبع ناس اللي هم مدربين على استعمال سلاح رشاش. هذا السؤال، هل تعتقدوا أنه عفويا بعد مظاهرة سخنين وبعد مظاهرة تل أبيب 100,000 هنا و100,000 هنا وخيام الاعتصام فجأة تصاعد للجريمة ل3 وهلأ 5؟ يعني هل في حدا بفكر أنه هذا الاشي عفوي؟ هذا هو السؤال اللي أنا بدي أطرحه على المستمعين. هل هذا عفوي؟ أنا لا أؤمن بالعفوية. نحن تحت حرب اسمها حرب جريمة. الحرب الجريمة هاي، وإذا سمعت اليوم طخ وشفت الفيديوهات تبع شقيب السلام، هذا طخ تبع جيش، هذا مش طخ تبع بني آدم اللي هو مبتدئ ولا هو واحد عشوائي، ولا هذا طخ تبع ناس اللي هم مدربين على استعمال سلاح رشاش وبيعملوه من غير خوف، متمرسين. فيعني احنا كمواطنين وين بدنا نروح؟ ايش بدنا نسوي؟ والله العظيم لو واحد من ال5 ضحايا اليوم اسمه موشي ولا شلومو كان انقلبت الدولة. بين 70 ل 90 ألف مواطن عرب الداخل اللي هجوا، ساكنين بدبي، بتركيا، بقبرص، باليونان. هذه عملية تهجير على الساكت، على نار هادية. لانه في ناس اللي بتقول لك انا يا عم شو دخلني، انا ليش لازم اموت عشان ابن عم سيد ابوي عمل طوشة مع جاره؟ انا ليش لازم اموت؟ ليش لازم اضحي باولادي؟ في اصحاب محلات اللي بقول لك طب يا عم انا فاتح محلي، ليش لازم ادفع رزقتي وادفع مدخول دكانتي لعصابات الجريمة؟ ولاد على كوركنت زي اللي صار امبارح بالفريديس، ولد على كوركنت حامل سلاح، اخ زلمة ابو اولاد وراح وانتهى الامر. طب ما هو في اولاد، في عيلة، مين بده يقوم فيهم؟ في مرة، في ارملة.